جماعه احنا كده ولا ايه يا اخوانا؟ ماشي. طب اللي زعلان مننا حقه علينا. هو في حد سامعنا اصلا؟ في وسط زحمه افلام تجاريه ودراما سطحيه طلع علينا فيلم شكله بسيط وعادي، بس في الحقيقه الفيلم ده كان صدمه لكل اللي شافوه واللي هيشوفوه. اوقات فراغ فيلم طلع عام 2006 وسط عهد مبارك، واللي كان بيدعي وقتها ان مصر بخير نفس ما احنا بنشوف دلوقتي، والناس مش لاقيه نفسها. فيلم حقيقي بسيط معمول بميزانيه قليله، ولكن قال كلام كبير قوي من غير ما يزعق. يلا بينا نغوص في احداث فيلم اوقات فراغ. لو انت مش عارفني فانا سعد، وده برنامج المفتش الفني. بنتفرج على مجموعة شباب في سن الجامعة، فيهم المتدين والصايع والغني والفقير، بس الحاجة الوحيدة المشتركة بينهم إن هما مش لاقيين نفسهم. فراغ طبعا روحي وعاطفي وديني ومجتمعي، بيحبوا وبيغلطوا وبرضه بيجربوا المخدرات، بس الأهم من ده كله إن هما شباب تايهين، مفيش حد بيسمعهم ولا بيرشدهم ولا حتى في أمل واضح قدامهم يشوفوه. ويموت طارق أكتر واحد فيهم كان ممكن يتعدل، بس يموت فجأة ويموت معاه الأمل. هتيجي تسألني ازاي الفيلم ده اتعمل في عهد حسني مبارك، او ازاي اصلا نظام زي نظام مبارك وافق ان فيلم زي ده ينزل؟ الحقيقه ان نظام مبارك كان بيسيب نافذه صغيره قوي الناس تتنفس منها، يسيب فيلم زي ده يطلع للنور عشان الناس تقول اللي جواها في قاعه السينمات، وبعدين يطلعوا ويروحوا تاني يوم شغلهم ويشوفوا حياتهم وكانه ولا حاجه حصلت. هو ما سمحش بيه لانه بيؤمن بحريه الفن، هو سمح بيه طبعا لانه عارف ان الفن عمره ما يهدده تهديد مباشر، بس من غير ما ياخد باله الفيلم ضرب في وشه. اوقات فراغ ما كانش فيلم سياسي، لكنه فيلم وارد عن نتائج سياسيه. لو جينا نبص ان الشباب مش لاقي شغل فده فشل اقتصادي، ولو جينا نبص ان الشباب خايفه ترتبط وعلى علاقات سطحيه هنعرف ان ده انعدام امان مجتمعي واضح وضوح الشمس. وطبعا اهم حته في الفيلم اللي هي بين الصراع بين التدين والشكليات، ده بيقول لك ان في ازمه هويه دينيه كبيره قوي في مصر، وطبعا المجتمع محشور ولكن الشباب محشور اكتر من اي حد تاني، وده طبعا ليه؟ نتيجه لنظام ما بيسمعش ولا حتى بيخطط ولا بيشوف. ولو جينا على اهم مشهد في الفيلم وهو كلمه سر الفيلم، هو مشهد المرجحه. ده الدور لسه في اوله. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ ده الدور لسه في اوله. في ايه يا جماعه؟ خير؟ هو كان في حد سمعنا ولا ايه؟ الابطال متعلقين في الهوا بيتحركوا، بس ما بيتحركوش من مكانهم، ولا هم طايلين الارض ولا عارفين يطيروا لفوق. وطبعا ده بيدل ان الشباب عندها حاله من اللاوعي ولا عندها قرار ذاتي. واهم حاجه من الجمله اللي اتقالت في سكوتهم، يا ريس حد سمعنا؟ هتيجي تسألني هو الفيلم ده انت ليه بتتكلم عنه دلوقتي؟ وليه الفيلم ده لحد دلوقتي هو مهم بالنسبة لناس كتير؟ لأنه طبعا عبر عن طبقة كبيرة من الناس ما كانتش بتتشاف ولا حتى حد بيسمعها، ولأنه واجه مجتمع كامل بطريقة ناعمة بس حادة في نفس الوقت، ولأنه طبعا شاور على مشاكل من جوه النفس بس من بره سياسة، ولأننا أول مرة نشوف شباب بيحكوا قصتهم مش بيتحكي عنهم زي ما بنشوف دايما. اوقات فراغ عمره ما كان مجرد فيلم لمجموعه مراهقين، ده كان تحليل اجتماعي وسياسي وديني واقتصادي ونفسي متغلف في شكل دراما عشان تطلع لنا بالصوره دي. والمرجحه اللي اتقفل بيها الفيلم هي نفس المرجحه اللي احنا لسه راكبينها من 2006 لحد دلوقتي. سؤال مهم ليك او ليك يا اللي بتتفرج، لو كنت انت بطل من ابطال فيلم اوقات فراغ، كنت هتنزل من المرجحه ولا هتفضل تلف بيك لحد دلوقتي؟ ما تنسوش تكتبوا رايكم في الكومنتات وتعمل لايك وسبسكرايب. كان معكم سعد من برنامج المفتش الفني. سلام.